عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم وتوقعات جديدة لحلقة جديدة من المسلسل اللياقة المغبرة، تكملة لفيديو أمس، وهنتكلم ونقول عن انضمام شخصية جديدة للمسلسل احتمال يكون في الحلقة القادمة. الشخصية دي هتقوم بدور أخت وفاء القتيل المرحوم اللي علي بيحاول يبحث عن مين اللي قتله، ولكن هل إنسانة عادية؟ لا، ده كمان هتطلع محامية، ده حسب الأخبار اللي اتكتمت. طبعا تواجدها او رجوعها فجأة، هل هيكون بمعرفة سابقة ان اخوها مات، ولا هتكون جاية مفاجأة كزيارة تطمن على ابوها واخوها؟ وطبعا هتعرف. المهم ايا كان في الحالات كلها، المهم ان هي هتظهر وطبعا هتتولى القضية، لان هتسمع طبعا من علي ومن اصدقاء اخوها المقربين باللي حصل ومن مشكوك فيه ومن ممكن يكون واحتمال كبير يكون قتل وفاء. طبعا البنت هتكون بتحاول تبحث عنهم عن الحقيقة، ولكن طبعا في ألغاز كتير في الموضوع دوت. وزي ما ذكرت في الفيديو السابق، بعيدا عن الخمس أصدقاء في شخص تاني هو السبب في موت وفاء. أيا كان مين المشكوك فيه، وممكن برضك نقول هزل برضك عليها علامات استفهام، لأن البنت ديت على قد إن هي فقيرة ولكن عندها تطلعات كبيرة وغرور وتكبر غير طبيعي، عايزة تاخد اللي في ايدين اللي حوالين منها، وحتى صداقتها اللي كانت قريبة منها بتحاول ان هي تاخد منها حبيبها. يعني حاولت كمان تأذي شخص بدون داعي، وكان في نهايته ان هو مات. المهم طبعا هنتكلم في نقطة تانية عن علي وكنان. كنان بعد ما عرف خلاص ان علي ابنه، وبيبتدى دلوقتي يعمل تحدي ما بينه وبين طبعا داريا، ان هو عاوز ابن. طب انت عايز ابنك وانت كنت اساسا ربيته ولا شفته ولا تعرف ايش عنه؟ وهو كده كده اساسا كرهك وكره ابنك، وانتوا بالنسبه له اعداء. هو اساسا في مدرستك او قريب من ابنك لمجرد عايز يعرف الحقيقه. وما بالك بقى دلوقتي لما يعرف ان هو ابوه؟ هل هيتقبل ان ده ابوه وان هو يقول له يا ابي ويحتضنه؟ طبعا لا. مش معقول كمان هياخده اجباري، لان ده شاب بقى دلوقتي كبير، يعني راجل، يعني مش طفل صغير ممكن ياخده من ايديه بالاجباري وياخده يحطه في بيته. يعني في كل الحالات انسان تحس ان هو فعلا عنده شخصية غريبة جدا. حتى لو كنا لاحظنا في حلقة اول امس ان اللي اكتشفوا علي في البيت عنده ان هو اب ربى ابنه بطريقه غريبه، بيعاقبه ان هو بيحبسه في غرفه فاضيه ما فيهاش الا فرش في الارض. معناه كده ان اساسا كره ابنه وكره خلفته وكره جوازته من امه. معنى كده ان الشخص ده معقد، معنى كده ان ممكن عقدته دي هي اللي اثرت على علاقته بداريا في يوم من الايام، وده اللي خلتها تخاف وتهرب وتاخد بعضها وتروح للمكان اللي هي عايشه فيه الوقت الحالي، وقدرت ان هي تربي ابنها، وعن طريق ان هي تتزوج شخص تاني. الشخص ده كان حنون على ابنها وسماه على اسمه وكتبه في نفوسه ورباه كويس جدا لحد ما توفى. يعني الشخص كان حنين اكتر من ابوه الحقيقي. ما بالك انت دلوقتي بشخصيتك ديت واللي انت بتعمله في ابنك؟ عايز تكون ليك ابن تاني وتعترف له وتجيبه يعيش معاك؟ انت تعمل فيه ايه؟ ده انت تخلص عليه احسن. يعني معنى كده داريا استحالة ان هي تروح وتقول لعلي ان كنان ده ابوه، ولكن هو هيسعى ان هو يتقرب من ابنه واحدة واحدة ويحاول يبتدي يتكلمه، ولكن بالشفرة. يعني مش هيضربها له كده مرة واحدة ويقول له انا ابوك الحقيقي. وده تحليل انا عملته علشان اتأكد. ده كان توقعاتي، اشوفكم على خير واقول لكم الى اللقاء.